مدينة سمرقند في دولة أوزبكستان في آسيا الوسطى، دخلها جيش المسلمين سنة 92 هجرية، فاجتمع كبير الكهنة مع 2 من مساعديه في معبد المدينة الكبير. حدث ما كنا نخشاه، وصل المسلمون إلى بلدنا ودخلوها منتصرين. ضاعت مصالحنا، ولم يعد أهل بلدتنا يلجؤون إلينا في شؤون دينهم ودنياهم. لم يعد لنا نفوذ ولا هيبة ولا مورد رزق. هذا هو اليوم الذي كنت أتمنى الموت قبل أن أراه. هكذا فعل المسلمون بكل البلاد التي دخلوها من قبلنا. لا، قبل أن يفتحوا هذه البلاد خيروا أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. ترى ما الذي جعلهم يحاربوننا دون تخيير؟ لو سألت قائد جيشهم هذا السؤال، هل سيجيبك عليه؟ ولماذا نسأل قائد الجيش هنا؟ فلنسأل قائده الأعلى، خليفة المسلمين. خليفة المسلمين؟ نعم، هو الذي يرسل الجيوش لتفتح المدن ويعطي أوامره لقوادها. سمعنا أنه رجل عادل ولن يظلمنا إذا سمع شكوانا ضد جيشه. ماذا تقول؟ نشكو جيش المسلمين إلى خليفة المسلمين؟ ولم لا؟ ربما تصرف قائد الجيش دون علمه. حقا يا سيدي، لن نخسر شيئا إذا قمنا بهذه المحاولة. بعد أيام كان كبير كهنة سمرقند في حضرة الخليفة العادل أمير المؤمنين. مرحبا بضيفي من سمرقند، آخر مدينة دخلت في الإسلام. دخلت بالقوة أيها الملك. أنا لست ملكا، بل ولي أمر المسلمين. المسلمون يفتحون البلاد بالسلاح. نفتح البلاد لخير العباد، لنحرر ساكنيها من ظلم حكامهم ونمنحهم كل حقوقهم المسلوبة. وتعرضون عليهم دينكم. نعم، إذا أسلموا سلموا، وإذا لم يسلموا فلهم دينهم ولنا ديننا. ولماذا تجبرونهم على دفع الجزية في حال عدم إسلامهم؟ لأننا في هذه الحال سنحارب عنهم ونحميهم من بطش أعدائهم، ونبذل في ذلك أرواحنا وأموالنا. وإذا لم يدفعوا الجزية؟ كانت الحرب حتى ينصرنا الله. ولكن قائد جيشك قتيبة بن مسلم الباهلي فتح مدينتنا دون أن يخيرنا بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. إذن سأرسل إلى قائد المسلمين في الحال ليحكم بينك وبين قتيبة. قائد جيش المسلمين يقف أمام القاضي ليحكم بينه وبين واحد من أهل المدينة التي غزاها؟ نعم، الكل سواسية في الإسلام، هكذا علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن القاضي حتما سيخشى القائد. قاضي المسلمين لا يخشى إلا رب العالمين، ولا يحكم إلا بشرع الله. هل أنت قتيبة بن مسلم الباهلي؟ نعم يا سيدي القاضي. هل صحيح ما قاله كبير الكهنة أنك دخلت هذه المدينة بجيش من المسلمين دون أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب؟ نعم يا سيدي القاضي. نعم. اندهش كبير الكهنة من صدق القائد قتيبة، كان يعتقد أنه سينكر التهمة حتى يتبرأ منها. حسن، ما الذي دفعك إلى ذلك؟ أليست من سنتنا نحن المسلمين أن نخير أهل البلد قبل أن ندخله بالقوة؟ صحيح، ولكن أهل البلاد التي دخلناها قبلهم لم يقبلوا جميعا بالإسلام أو الجزية، فتوقعت أن أهل سمرقند سيفعلون مثلهم، فلم أخيرهم لأني فضلت أن أباغتهم حتى أنتصر عليهم. ها أنت باعترافك قد أقمت الحجة على نفسك وساعدتنا في الحكم عليك. ستحكم عليه الآن أيها القاضي؟ نعم. بهذه السرعة؟ ليس هناك سبب للتأخير أيها القائد قتيبة.
حكمنا عليك أن تنسحب بجيش المسلمين في أسرع وقت من مدينة سمرقند، وإذا أردت أن تعود إليها فاتحا مرة أخرى فعليك أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. أكاد لا أصدق هذا الحكم العجيب. وأنا أيضا، كيف لقاضي المسلمين أن يحكم على قائد جيش المسلمين بالانسحاب من مدينة قد فتحها وانتصر فيها؟ أما أنا فدهشتي أكبر، كيف لقاضي المسلمين أن يحاكم قائد الجيش أصلاً؟ نعم، فعندنا القائد هو القاضي وهو الذي يحكم. عجيب شأن هذا الدين، الخليفة يأمر والقاضي يحكم والقائد يطيع. ولكنه لم يطع حتى الآن. ماذا تقصد؟ يقصد أن الجيش لم يبدأ الانسحاب. جيش بحجم جيش المسلمين سيحتاج وقتاً طويلاً قبل أن ينسحب من مدينة بحجم سمرقند. وهل سيطيع الجيش قائده وينسحب بالفعل بعد كل ما حقق من مكاسب وانتصارات؟ أعتقد أن الجيش سيطيع قائده كما أطاع القائد القاضي وأطاع القاضي الخليفة. يبدو أن الطاعة هي كلمة السر في هذا الدين. هكذا قال لي خليفتهم: رأس الطاعة طاعة الله، وأساس الخشية خشية الله. ما هذا الدين؟ عاد كبير الكهنة إلى منزله حائراً في أمر هذا الدين العجيب الذي لا يسعى أصحابه إلى مال أو جاه، ولا يهمهم إلا طاعة الله ورضوانه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انتبه كبير الكهنة إلى صوت ابنته الوحيدة وهي تتلو القرآن. صدق الله العظيم. مارتينا، ماذا تقرأين؟ أقرأ القرآن يا أبي، كتاب المسلمين المقدس. ولما؟ هل تريدين أن تسلمي؟ ولماذا لا أسلم؟ هل أنت مجنونة؟ ألم تعلمي أن المسلمين سيخرجون من بلادنا قريباً جداً؟ لهذا أريد أن أسلم. كيف؟ منذ دخلوا مدينتنا وأنا أراهم يعاملوننا بكل حب وعدل وخير، عرفت أن دينهم هو الذي أمرهم بذلك، فقرأت قرآنهم ودرست شرائعهم وفكرت في اعتناق دينهم. ثم ماذا؟ عندما علمت أن قاضيهم حكم على قائدهم بالخروج من مدينتنا لأنهم لم يخيرونا قبل دخولها، ارتاح قلبي كثيراً، فقد كان هذا هو ما أخذي الوحيد عليهم منذ دخلوا بلادنا. وما أدراك أنهم سينسحبون حقاً؟ لو انسحبوا سأسلم، ولو تراجعوا عن الانسحاب فلن أصدقهم ولن أعتنق دينهم. انسحب جيش المسلمين من سمرقند في واقعة لم يشهدها التاريخ من قبل، وبات الصمت يلف الشوارع الخالية والبيوت المغلقة. ماذا حدث؟ أين الناس؟ ظننت أنهم سيفرحون برحيل المسلمين وسينطلقون في الشوارع يقيمون الأفراح. الناس يا سيدي لم يصدقوا أن المسلمين انسحبوا بحكم قاضيهم، وهو ما أتى بنتيجة عكسية، وجعل أهل سمرقند يحترمون هذا الدين العجيب، واعتنقه كثير منهم. ماذا تقول؟ أقول الحقيقة، رحل المسلمون عن مدينتنا، ولكن بقي الإسلام في قلوب أهلها. أراك تدافع عن هذا الدين، فهل اعتنقته سراً؟ بل اعتنقته جهراً. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ها؟ تنطق أمامي أنا كبير الكهان بشهادة الإسلام؟ نعم يا سيدي، فمن أسلم أمره لله لا يخشى إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
مارتينا. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا لا، إنها مؤامرة كبيرة. أشهد أن لا إله إلا الله.